السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في القناة، نتمنى تكونوا بخير يا رب. فيديو اليوم ندير معكم حلوة سهلة بمكونات جد بسيطة، نتمنى تعجبكم وتابعوا معي الفيديو للآخر. ونبداو على بركة الله. المكونات: نحتاج جوج بيضات، وغنزيدو لهم كنحسبو 7 المعالق ديال الحليب و7 المعالق ديال الزيت، وكذلك 7 المعالق ديال سنيده. هنايا غادي نزيد نطربو بالطراب الكهربائي، نطربو هاد العناصر هادي مزيان. يعني مكونات يعني قليله، ما فيهاش بزاف ديال المكونات. هنايا زدت واحد نص معلقه ديال الملحه، وغنحاولوا نخلطوا هاد المكونات مزيان بالطراب الكهربائي. نحاول واحد مدة ديال واحد 3 4 دقائق. صافي. هنايا غادي نحسب 7 المعالق ديال الطحين، يعني جميع المكونات فيهم 7 ديال المعالق. وهنا غادي نزيد هذه 2 معالق ديال الكاكاو المور، وغادي نزيد جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى، ما يعادل 14 غرام. انا عندي هذه وحده فيها 15 غرام، يعني ممكن ديروا جوج. صافي. نحاول هنا نخلط غير بهذا الخلاط اليدوي، نحاول نخلط مزيان تندمج ليا العناصر كما كتشوفوا الخليط كيفاش كيكون. هذا هو القوام ديالو. وهنايا انا خديت هذا المول هذا اللي كيتحل، دهنته بشويه ديال الزيت والطحين، درت ليه شويه ديال الطحين. صافي. وغادي نخوي فيه الكيك ديالنا. هذا الكيك هذا راه ما تيجيش طالع بزاف، لان عاد غنزيدوا ليه الكريمه من الفوق. هاد الحلوه هذه سريعه، ممكن تحضريها بسرعه. المهم كندخلوا الفرن لمده ديال نص ساعه. وهنا خديت انا عندي كريمه ديال كريم فريش، كنت نطلعها مزيان بالطراب الكهربائي.
نقلبها ونخليها جانبا. هنا من بعد ما خرجت لي الكيك من الفرن كما كتشوفوا هنايا كناخذ هذا العود ديال الشواء، كنحاول نثقبها بهذه الطريقه هذه باش غادي نسقيها من بعد. هنايا باش غنسقيها خديت واحد كاس عمر درتو بماء دافي شويه ودرت معاه 2 معالق صغار ديال قهوه سريعه الذوبان صافي. وغادي نحاول هنايا في هذه الاثناء هذه راه كتكون الحلوه عندي بردات وهذه تكون غير دافيه شويه صافي، وكنحاول نسقيها مزيان بهاد قهوه سريعه الذوبان. صافي. وهنا غادي ندوز لديك الكريمه اللي طربنا في الاول، غادي نزيدها على الكيك ديالنا وغادي نحاول نسرحها مزيان فوقها. وبالنسبه ملي غنديروا هاد الكريمه هذه غادي ندخلوها للثلاجه واحد المده ديال واحد 4 ساعات ولا 3 ساعه في المجمد باش تشد لينا. انايا ما خليتهاش بزاف يعني ما شدت لياش مزيان، يعني على حساب التصوير يعني ما خدات لياش الوقت بزاف. نتوما خليوها واحد نص ساعه في المجمد. هنايا خديت واحد 200 غرام ديال الشكلاط وذوبته في حمام ماري ولا ديروه في الميكرووند، وزدت عليه واحد الكاس صغير ديال الحليب ونخلط. غادي يجيني بحال الكاناش. كما كتشوفوا هنايا نبقى نحاول نحرك حتى يولي عندي كاناش. كما كتشوفوا كيفاش كتولي عندي. صافي. هنا غادي ندوز نخويها فوق الطبقه ديال الكريمه كما قلت لكم، على الاقل تكون واحد نص ساعه بس في الثلاجه. انا راه ما خليتهاش المده ديال نص ساعه. المهم غنحاول نسرح هذا الكاناش هذا فوق الكريمه غير بشويه. كما كتشوفوا وبقاو ليا جناب بحال هكاكين. كنحاول ندير فيهم اللوز. عندي اللوز هنايا محمر ومهرس يعني مهرمش صافي، وغنحاول نديرو في الجناب بحال هكا كيعطي هذا الشكل هذا. وهنا غادي نخليها منين نكمل هذا التزيين هذا غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان، يعني الثلاجه عاديه ماشي في الفريغو صافي، ونخليها حتى تبرد مزيان وعاد نقدمها. صافي. هنا كناخذ داك واحد العود عندي ديال السنان ولا هذا، كتبقى تعاود ديري بهذه الطريقه هذه، يعني غير تعطيها شكل وصافي. اللي بغى يزين على حسب الطريقه ديالو. كما كتشوفوا هنايا من بعد ما انا ما خليتهاش كما قلت لكم بريت لي مزيان، يعني كنقطعها بهذه الطريقه هذه. صدقوني راه كتجي رائعه في المذاق ومكونات جد بسيطه، ممكن يعني توجد لك بسرعه. نتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وإلا عجبتكم ما تنسونيش بلايك وتعليق واشتراك فضلا وليس امر، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.